اللهم صل وسلم وبارك عليك يا رسول الله. يا صباح النور والسرور على احلى اخوات متابعين في الدنيا كلها، ويا مساء الورد على عيونكم حلو لو بتشوفونا ايه على حسب الفيديو ما يوصل لحضراتكم. زي ما انتم شايفين يا مساء السوشي معانا. انا مش بيحبني خالص على فكره، بس انا امر واتحطيت فيه. زي ما انتم شايفين السوشي بجميع الاشكال والاطعمه. اللي هي دي واللي انتوا كلتوها اللي بالجبن اللي ما خدوهاش. ماشي، هات واحدة بالجبن. دي اللي بالكابوريا صح؟ أنا مش جايباك على فكرة. لا لا عجبني. على فكرة مرضتش أكمل كلامي وسبتكم تكملوا وتشوفوا الأشكال اللي أنا بقوله عليها. كان عامل عنده جميع الأشكال. عنده بالجمبري وعنده بالكابوريا وعنده بالجبن وعنده ماشي، وعنده حاجات كتير قوي. صراحة شاب في غاية الأخلاق العالية جدا، شاب محترم جدا. انا ما حبيتش ان انا اصوره يعني، فهو بيقول لي لا عادي عادي، لو صورتي برده ما فيش مشكله. ما علينا، خدت لولادي الاطعمه اللي انتوا شايفينها بس يا سليم. وجينا بقى اهو روحنا البيت، جبت لهم زي ما قلت لكم بالجبنه، وكان في بالشيتوس، جابوا بالشيتوس برده وبالجبنه بالكابوريا عفوا، وايه تاني، وبالجمبري. استغفر الله العظيم، من كل ذنب انا اكلت حته كنت هجيبها في وش ولادي. معرفش هي بتتاكل ازاي، طبعا الحاجات دي لها ناس وناس. كل اكله بتنادي اكلها زي ما بيقولوا، وعلى حسب ما انت متعوده بقى الله يعلم. فمش كل من حد اكل حاجه قدامنا ناكله زيه او نقلده او كده. الصوصات دي بقى زي ما انتم شايفين، معرفش ايه الباربيكيو ايه تاني وحاجات كده غريبه ومختلفه. وقالوا بقى مش هينفعوا ياكلوها الا ايه بالحاجه الساقعه. ليه بقى؟ الحاجه الساقعه هتبلع المرار اللي هم بياكلوه. انتوا واخدين بالكم؟ انا جبتها اول مره اعاقب ولادي واقول لهم على حاجه جبتها عايزه فلوسها، زي ما بكلمكم كده بجد. قلت لهم بصوا بقى، انا دفعت في السوشي ده القطعه دي ب10 جنيه اول هايم. بصوا دفعت فيها كام؟ دفعت فيها 70 جنيه. ليه بقى 70 جنيه؟ دقوا حته هناك قالوا حلوه، جبت على انها حلوه وكلوها. جينا هنا لقيناها مش حلوه خالص. المهم برضو كلوا اللي كلوه، سابوا اللي سابوه. قلت لهم ماليش فيه. ايه يا سليم في ايه؟ قلت لهم لا انا ماليش دعوه، انا عايزه حقهم، يا تدوني فلوسي يا اما اخصم المصروف. خليكم معايا لما نسكت سليم ونسكت التليفون وارجع لكم تاني. وهنا بقى طبعا روحنا البيت زي ما انتم شايفين. كنت عامله لهم اكل. زي ما انتم عارفين ان الصغنن تعبان وادم كمان تعبان، يعني الحمد لله تعاضوا من بعض او هو دور يعني وكده. هنا بوريكم ايه كم المواعين اللي كان مغسول الحمد لله. وهنا كنت انا عامله الاكل، يا دوبك كنت هعمل لهم بس ايه الفراخ، عشان انا عندي بيقرفوا ياكلوها مسلوقه. يعني حتى اللي تعبان ممكن نديها له ما ياكلهاش كلها. بس هنا بقى هنحمر الفراخ زي ما انتم شايفين. المهم نرجع بقى ايه لموضوع السوشي من تاني. قلت لهم والله العظيم لو ما خدت حق السوشي ده انا ما هجيب لكم حاجه تاني في حياتي. طبعا مش كأم بخيله ولا ام كده، بس لا انا ام عمليه. الحاجه اللي انتوا عايزينها اجيبها لكم من عينيا الاتنين، بس تاكلوها. انما ما تشاوروش على حاجه انتوا مش عارفينها وتقولوا عايزينها. هما شاوروا عليا وقالوا عايزين منها، انا جبتها لهم ما قلتش حاجه، بس طلعت في الاخر طعمها مش حلو مش عاجبهم. يبقى الحاجه اللي انا متعوده عن نفسي عن كده، الحاجه اللي ما اعرفهاش ما اجيبهاش وما اكلهاش. فالمفروض هما كده هما كمان يطلعوا حاجه عارفينها ياكلوها، مش عارفينها بلاش منها. المهم ايه، قعدنا الليله دي بالذات نضحك ضحك السنين. كل اللي تاكل حته عايزه تجيبها تاني، واللي التانيه ماسكه منديل في ايديها عشان لو ما عجبتهاش تجيبها في المنديل. ايه يا جماعه القرف ده؟ وانتوا جايبين اكله تقرفونا ولا جايبين تاكلوها؟ المهم هنا زي ما انتوا شايفين. ايه ده المقطع اتعاد تاني؟ لا دي حاجه تانية. هنا زي ما انتوا شايفين كنت جهزت لهم بقى الغدا. او ايا كان العشاء، مش فاكره كان بالنهار ولا بالليل، بس تقريبا كان يعني الجو ممسي شويه بالليل. ادم قال لي اهو. هنا بعمل لهم فانكوش. بصوا الفيديو جاي كله بسرعه ورا بعضين. المهم كنت انا عامله اكله قبلها. هم اكلوا السوشي وقعدوا ياكلوا ويتفوا في وش بعض. طبعا سبتهم براحتهم، وقمت بقى انا كنت عامله الاكل قبل ما انزل. قمت غرفت لهم الاكل بقى بتاعنا، الاكل الحلو.
هنا الفنكوش ده عامل زي الاختراع، تحطي حبه صغيرين في الزيت ينفش معاكي، عشان كده ايه مسمينه فنكوش. بس كده يا حبايب قلبي، فجيت ايه جهزنا بقى الغدا وكلنا الحمد لله. كنت وحمرت لهم الفراخ واتعشينا وكله تمام. قلت بقى ايه يعني اروق عليهم بقى شويه، ان ادم طبعا تعبان وسليم وكده، فعايزه ايه افرحهم بحاجه البيت، مش حاجه ايه فيها مواد حافظه من الشارع. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر. بس سايبين بقى كده ايه الفنكوش مع نفسه بقى، نعمل ايه طاستين تلاته كده يقعدوا ياكلوا. الاذان هيخلص يا حبايب قلبي وارجع لكم تاني. بس كده يا حبايب قلبي رجعت لكم اهو. زي ما انتوا شايفين الفنكوش دي حاجه لعبه، مش حاجه ان انت بتساعدي الاولاد بس بيها، لا دي حاجه انت نفسك بتلعبي بيها. تعالى كده. بس وقعدنا بقى الحمد لله اتعشينا من الاكل بتاعنا، مش الاكل اللي جاي من بره مش عارفين هو ايه ده اصلا. انا بقول لكم قعدت ازلهم اسبوع كامل. الفيديو ده قديم شويه، كنت مصوراه يعني من خلال اسبوع او حاجه. قعدت ازلهم الاسبوع ده كله بقى، كل ما يتكلموا اقول لهم سوشي، ها سوشي، يسكتوا عشان ما يفكروش يطلبوا حاجه تاني هم مش عارفينها. انا والله ما بزعل على الحاجه اللي بيجيبوها وبكونها تتاكل. بصوا انا بوريكم الفنكوش اشكال والوان ازاي، جميل جدا مقرمش وحلو. بس كده. وهنا الحمد لله ما كانش فيه مواعين برضو، ما كانش فيه غير دول، عاملين كل حاجه الحمد لله اليوم ده. والغدا كان عندي كمان، بس قلت اغسل دول كمان هم في الحوض كده عشان ايه ما يسحموش الدنيا. لو حطينا عليهم طبقين ولا حاجه هتلاقي الحوض اتملى على اخره، فقلت ايه خليها كده لذيذ بلذيذ يعني. انا طول ما انا الاطفال تعبانه معايا في البيت ما بحبش يكون عندي مواعين ولا يكون ما عنديش اكل، لازم بفضل ربنا اكون عامله اكل ويكون بقى عندي الحوض فاضي، اهم حاجه. لان طبعا بيبقى عليات الوقت بتاعي في المطبخ عايزاه يبقى رايق وفاضي عشان ابقى فايقه لهم وابقى معاهم، مش اضيع وقتي مثلا في المواعين، اضيع وقتي مثلا في الحاجه اللي بتتغسل. بس كده يا حبايب قلبي. واللي اكل السوشي دوت يا ريت يقول لي، اللي جرب التجربه دي يا ريت يعرفني جربها ولا لا، واللي ما جربهاش ما نصحوش يجربها. ماشي حاضر. بس كده، لان الصراحه طعم استغفر الله العظيم من كل ذنب، اكننا اخطانا، اكننا عملنا حاجه حرام. بجد انا مش مسامحه نفسي في اللحظه دي. انا اخدت هي قطعه والحمد لله رحت جايباها تاني وشربت حبه بيبسي عشان يضيعوا الطعم اصلا والريحه وكل حاجه. اخويا بقى كان معايا، استنوا لما اضحكوا بقى. اخويا بقى كان معايا في الوقت ده، والله العظيم خلانا فطسنا على روحنا من الضحك. اكل منها وبعد ما اكل يا نهار ابيض ايه ده، بقول له مالك في ايه؟ قال لي شوفش لما تكوني واكله حاجه بايظه. هو قال لي كده وانا هاتك يا ضحك مش قادره. هنا كنت غاليه لبن وبطلع القشطه زي ما انتم شايفين. بقول له يعني طعم ايه؟ قال لي طعم لما تكوني جايبه سمك وباظ منك وبتاكليه غصب عنك. ما اعرفش هو كان واكلها كابوريا ولا كان واكلها ايه مش فاكره. بس اقول لكم ضحكنا ضحك. لو بعدها لو قلت له تعالى هعزمك على حاجه يقول لي مش عايز، كتر الف خيرك شكرا. بجد كان يعني صراحه كانت حاجه تضحك جدا، تجربه تضحك، بس في نفس الوقت تزعل على الفلوس وعلى الطعم بتاعها. بس هنا كان بالليل بقى قلت ايه اقوم اعمل لهم شويه لا مش فنكوش، ما خلصنا الفنكوش كنت هعمل لهم بتاع دي شعريه بلبن. قلت بما ان راضي يسلم، قلت بما ان عندنا لبن خدنا القشطه بتاعته زي ما انتم شايفين، ونعمل بقى ايه شعريه بلبن. هنا بقى اوريكم البياض اللي في ايدي ده، بصوا عامل ازاي. هنا وانا بحمر الفراخ الدبوس راح مفرقع في ايديا، فالحمد لله طال كف ايدي كله الوش بتاع الايد كله طاله الحمد لله. والله العظيم ربنا يكفينا شر النار وعذابها. كان حاجه من كميه الوجع رهيبه، ولسه بكمل الاكل زي ما انا. كل ما الهبو بتاع النار راجي سليم او البخار يجي عليها اكني بتلسع من اول وجديد. شكرا يا محترم شكرا. بس فالحمد لله على كل حال. جريت طبعا ما كانش عندي اي كريم للحروق او حاجه، فرحت عامله ايه حطيت عليها معجون.
معجون اسنان. سامحوني عشان عندي برد. فزي ما بقول لكم كده، اللهم لك الحمد على كل حال. اللسعه جت وحشه جدا، وانا ما كانش عندي اي حاجه غير حطيت معجون اسنان، الحمد لله بيرطب شويه. انما جربت موضوع البيضه ده قبل كده، الصراحه ما كانش حلو خالص. بعدها بيعبي ميه وبتبقى شغلانه، انما المعجون الصراحه ما شاء الله مش بيعبي ميه ولا اي حاجه. هنا حمرنا الشعريه زي ما انتم شايفين، هنطشها بالميه عادي جدا، نحط لها واحده فانيليا وسكر حسب الرغبه. بس كده بس كده، ونسيبها تستوي وهننزل باللبن في النهايه. ايه يا سليم، مالك في ايه؟ مش مبطل زن ليه؟ هنا الصغنن بقى بيصدق ماسكه التليفون، يعني انا ما بصدق امسكه ومنتج. بقالنا اسبوع ما نزلناش حاجه ومش عاجبه، عمال يزن زي ما انتم شايفين. بس يا حبايب قلبي زي ما قلت لكم كده، ويوم والله كان جميل جدا جدا، برغم ما كنا عاملين فيه حاجات كتير جدا، بس يعني الحمد لله على كل حال. نعمه وفضل من عند ربنا، ما فيش حاجه ضايقتني في اليوم ده كله غير السوشي واللسعه بتاعت ايديا. بس كده، والحمد لله على كل حال، الحمد لله. بس وهنسيبها بقى كده ايه براحتها تستوي، واللبن كده جاهز معانا. انا الحمد لله اللبن ده والله ربنا يا رب يبارك لنا في صاحبه، عشان الناس بجد عندها ضمير. احلى حاجه اللبن ده الحمد لله هو اللي طالعين بيه. القشطه طبعا ما شاء الله جميله جدا، باخدها اشيلها نفطر بيها مثلا مع قشطه وحلاوه. هعمل وصفه اكل ولا اي حاجه، بدل ما كنت بشتري مثلا بالشيء الفلاني قشطه مثلا، لا انا عندي في الفريزر بطلعها من العلبه بتاعتها. بس كده وكده هغرف لهم بقى الاكل بتاعهم عشان ياكلوا ويتبسطوا. واللي وصل معانا لحد هنا ما ينساش لايك وشير، فضل الله يسع عمرك. طب قول لهم لايك وشير. هو ده اللايك بتاعك؟ طب اسكت بقى. بس كده يا حبايب قلبي، واللي ما اشتركش يا ريت يشترك عشان يوصله كل جديد معانا. ده عايز ايه؟ قول لهم اهو. ايوه معلش استحملوه بقى، ده رخم قوي، رخم. لا ده انت عسل. هو بيوشوشكوا كده، بيقول لكم ايه كلمه يعني في ودنكم في السر. بس كده يا حبايب قلبي زي ما انتم شايفين، اتمنى ان احنا نكون ما وجعناش دماغكم ورخمنا عليكم، ونكون ضيوف خفاف على قلبكم. اتمنى يا رب ان الفيديو يكون عجبكم. عايز ايه؟ طب خلاص اهو، خد اهو كلم. بس كده، وادم بقى عايز يسلم عليكم ويقول لكم حاجه. اتفضل يا ادم. يلا هو شغال. ازيك؟ ماشي، هو كده قال لكم ازيك وبيضحكوا خلاص واتكسف ومشي. بس كده يا حبايبي، اتمنى يا رب ان الفيديو يعجبكم، واشوفكم على خير مع الف سلامه يا حبايب قلبي. انتظروني بقى في فيديو جديد ان شاء الله، هكمل لكم حكايه تانية كده، وهقول لكم حصلت معايا وتقولوا لي رايكم ايه. بس كده خلاص، حطينا حته قشطه من فوق الوش، واحط شويه زبيب للي هياكل، بس اللي مش هياكل مش بحط له زبيب. وانتوا عارفين واحد بس عندنا اللي ما بيحبش الزبيب. بس كده، والحمد لله اليوم بتاعنا خلص على خير. وانصحكم بجد بجد محدش يجيب سوشي، واللي جابه ومر بالتجربه الوحشه بتاعتنا يقول لي زي ما قلت لكم في الاول. انا بريح دماغي وشكلي بفطر في المطبخ وبريح دماغي من الوش ده كله، لان انا طبعا ببقى